دلوقتي شيف عايزه بس مقادير شوربه الكرنب. انا معايا الطريقه ومعايا الايام الاسبوع، بس ناقصني المقادير. حاضر عينيا. وبما ان حضرتك مش بتخش على الفيس، فعايزه رقم موبايل حضرتك. لا بنخش على الفيس. حاضر. ممكن ترجع لي كنترول. موبايلك برضه معلش. طب تحت امرك. حاضر. ترجع لي كنترول، حضرتك هاخد رقم تليفون. هنا حطينا الملح مع الفلفل مع البقدونس وكمان الفلفل الاسمر، وهنحط الثوم بالشكل ده كده اهو، نركز مع بعض، وكمان البابريكا، وكمان هنشوف هناخد اللحمه بتاعتنا. كده جهزنا كل حاجه. ناخد اللحمه نشوف هنعمل فيها ايه. هنقلب كل حاجه كده اهو مع بعض، وهنشوف اللحمه اهي. اخد اللحمه المفرومه. ام طارق، الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا شيف على الحاجات اللي حضرتك اهلا بحضرتك يا فندم، تحت امرك. بسال حضرتك لو سمحت. اموري. انا عملت العيش الفينو. اه جميل جدا. تمام. بس بتمنى ان انا اعمل العيش الشامي. العيش الشامي؟ اه عينيا تأمري. حاضر. الله يخليك. تحت امرك. يعني ممكن حضرتك تعمله لنا ولا تديني اكيد. لا اكيد اعمله لك. حاضر عينيا الاتنين ليك. طب كمان حاجه هسال حضرتك. اموري. عندي كاري معجون. استعمله في ايه؟ الكاري بودره؟ ايوه لا حاضر. معجون. حاضر. كاري معجون استعمله في ايه؟ حاضر هقول لحضرتك. حاضر كذا حاجه تعمليها بالكاري. حاضر تحت امرك. طب هرجي هنا هاخد البقسماط باللبن بعد ما شبع وشرب بالشكل ده كده. كل ده هيبقى خليط واحد في قلب قالب اللحم المفرومه بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. يبقى لحمه مفرومه وفلفل حامي وفلفل اسمر وملح وبابريكا، وحطينا بقسماط ولبن. طريقه سهله وطريقه بسيطه. ومعانا اسماء. الو. الو. مساء الخير يا فندم. لو سمحت عايز اسال عن المكرونه البشاميل. حاضر هقول لك عليها. حاضر. وعايز اعرف كمان طريقه البيتزا. الايه؟ البيتزا. حاضر هقول لك مقادير البيتزا. حاضر شكرا ليكي. كده يبقى بنعمل قالب اللحمه، ما خدش مننا اي مجهود. وحطينا كمان البقدونس بالشكل ده كده. هنجيب القالب اهو، ده شكله قالب اللحمه اهو. وهبدا بعد ما بعجن الخليط ده مع بعضيه بسيبه لمده 10 دقايق، وبعد كده بحطه في القالب اهو. مدام نرمين. الو. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ازيك يا شيف نبيل؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ايه الاخبار؟ نحن الله تمام. بصراحه تسلم ايدك. ربنا يخليك يا رب. انا بس كنت عايزه اسالك عن حاجه. اموري. كنت عايزه اعرف طريقه القرنبيط بالبشاميل. الايه؟ القرنبيط بالبشاميل. حاضر عينيا. وكان عندي تعليق بسيط. اموري. اظن حضرتك كفايه قوي ان انت بتعلمنا الاكل الجميل ده، كمان ما نتصلش ونعمل مشاكل لحضرتك. اظن ان اللي يتصل وحد يتصل يعلق على مكالمته دي حاجات كتير هتضيع من وقت البرنامج. تمام. يعني مفيش وقت ان حضرتك كمان تحل مشاكل داخليه. لا مفيش مشاكل ولا حاجه. وبلاش حد يعلق على حد. ربنا يخليك. اشكرك. شكرا ليك وشكرا لذوقك طبعا وردك. كده ده شكل القالب اهو شايفين. نضغطه كويس جدا علشان خاطر يبقى مش مفرغ. مدام ساميه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف نبيل؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. تحت امرك. عايزه بس طريقه عمل المكرونه في البيت. انا عندي المكنه بس عايزه اعرف الطريقه. عينيا. هنعمل يوم للمكرونه ازاي نعملها في البيت. ايوه بالمكنه. حاضر عينيا الاثنين ليكي. حاضر قوي. تحت امرك. هنا هنجيب الكاتشب على الوش كده اهو بالشكل ده كده. مدام ساره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيف نبيل بعد اذنك، انا كنت عاوزه اعرف مقادير كرات جوز الهند. حاضر. لو حابه حضرتك تنزلها لي على الشاشه يعني. طب عينيا. حاضر تحت امرك. وعاوزه مقادير الهمبرجر ومقادير السجق. حاضر. السجق البيتي. حضرتك قلت ان الحاجات دي بتنزل على الفيس، انا لما بدخل على الفيس بتاع البرنامج مش بلاقيها. بصراحه انا بشكر كل الاصدقاء اللي بيعملوا لي، عملوا لي صفحات كتير جدا، وكمان بينزلوا كل الاكلات والوصفات. لو ما فيش فيديو بيبقى فيه وصفات تقريبا على موقع فتكات تقريبا، مش متذكر. اشكرهم شكرا جزيلا. كل حاجه موفرينها لينا على الصفحات بتاعه الفيسبوك.
هنا هناخد قرن فلفل، هيبقى شكل مش اكتر. احطه كده بالشكل ده كده، واجيب ورقه سيلفر اهو، ورقه سيلفر هغطي بيها الوش، وكده يبقى خلصنا كل حاجه في القالب. يبقى قالب اللحمه عملناه مع بعض. ام مريم الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ انا هقول حاجتين بس. اموري. اول حاجه الاخت الكريمه الفاضله اللي هي اتصلت امبارح، والله انا بحلف عن نفسي، والله 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 ما في اي صله قرابه بيننا وبين بتوع الكنترول. دي بس بيبقى حظ، يعني الواحده بتبقى ايدها على الرضايل على طول. بس فعلشان كده الواحد، طب ما انا بيجي عليا يوم وبتكلم 3-4 مرات في ده تشرفي يا فندم. بس والحاجه الثانيه بقى، ارجوك 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 تحت امرك. البرام وورقه اللحمه، وانا طلبت منك قبل كده الصياديه، الشوربه البيضاء والشوربه الحمراء. حاضر عينيا. وشكرا جزيلا. تحت امرك. اشكرك. هناخد بريك دوت اخر حاجه عملناها. الشكل بقى كده، هندخله الفرن، هيقعد معانا 45 دقيقه. بعد كده هيطلع وهنشوف هنعمل فيه ايه. هناخد بريك ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بريك ونرجع تاني. بعد ما رجعنا من الفاصل، اول حاجه عملناها قالب اللحم المفرومه، عملناها مع بعض ودخلناها الفرن تقعد 45 دقيقه درجه حراره 250. وهنيجي دلوقتي اول حاجه نعملها، هناخد ده شكل اللحم المفرومه. القالب بتاعنا بتتحط في الفرن، بنلف ورق الومنيوم او سيلفر. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل صدور فراخ بالجوز الهند. ازاي؟ هنكتب مع بعض. اول حاجه في مقادير صدور الفراخ، من كيلو او نص كيلو ايا كان الكميه او الحجم بتاع الصدور، هنجيب كيلو صدور فراخ مع كوبايه جوز الهند يكون مبشور وسط، وكوب جبنه روم مبشور، ونص معلقه صغيره مستردة، ونص كوبايه عصير بصل، وكوبايه دقيق، وكوب ميه. طبعا احنا اتعودنا ان احنا نبصم او نعمل اي حاجه فيها قلي نعملها بالميه، او لو عايزين بالبيض او اللبن. وبعد كده بنجيب ليمون وملح وفلفل اسود وزعتر. نقول تاني واحده واحده. صدور فراخ مع جوز الهند وجبنه مبشوره رومي، وكمان نص معلقه مستردة وعصير بصل وكوبايه دقيق وكوبايه ميه وليمون وملح وفلفل اسود وزعتر. نرجع مع بعض. دي شكل الفراخ او صدور الفراخ. هنبدا مع بعض. هنشوف مين معايا. مدام غدا الو. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ازيك يا جميل؟ نحن والله تمام. الحقيقه عايزه اقول لك عملت البلح الشام وكان اكتر من رائع. طب الحمد لله، تسلم ايديكي. كان هايل. كان عندي كل المقادير 900 مقادير الا مقادير حضرتك اللي نجحت معايا. متوفقين عند ربنا، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. عايزه بس من حضرتك استاذنك في الكوكيز تاني المقادير، معلش ما لحقتش انقلها يعني. عينيا حاضر. وعايزه حضرتك تعمل لنا الوافل. الوافل حاضر. والترايفل حاضر. كل ده هنتعمل ان شاء الله في حلقات متفرقه بفضل الله. هنا هناخد صدور الفراخ بالشكل ده كده، وبعد كده هنقطع الفراخ بتاعتنا. ايه الو. الو، مساء الخير. مساء النور. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ الله ينور على اللي بتعمله والله. ربنا يبارك فيك يا رب. تحت يا امرك. رب تفضل متألق دايما كده. امين يا رب. عايزين نعمل تصويت على المواعيد. اتفضلي. المواعيد عايزينها تأخر المواعيد الأساسية دلوقتي والأهم تكون بدري شوية. تمام. بالله عليك يعني. لا حاضر، صوتك وصل. اشكرك. ايه هنا بناخد صدور الفراخ بنقطعها بالشكل ده كده. دينا الو. ايوه. اهلا بيكي. شيف. اهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايزه اعرف طريقه الديك الرومي. الديك رومي حاضر، هنعمله في حلقه قريبه جدا وهتبقى مفاجاه ان شاء لا الله. بس عشان عايزين طريقه، بس عشان رايح العروسه وكده. كل سنه وانت طيبه، والف الف مبروك. الله يبارك فيك. طيب كنا عايزينه ضروري. عينيا ليك يا حاضر. خلاص تحت امرك. كده هنجيب الصدور ونقطعها، مش اكتر من كده. بنقطعها ونجهزها كده بالشكل اللي دوت. مدام وفاء الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. حاجات جميله جدا انت بتعملها وتسلم ايديك. اشكرك. بس معلش انا ما لحقتش اللحمه اللي انت عملتها دلوقتي، يا ريت تديني مقاديرها. عينيا حاضر. متشكره قوي. تحت امرك. عينيا ليك حاضر. يا ريت ننزل مقادير قالب اللحم المفروم اللي احنا عاملينها
عشان خاطر الناس اللي لسه متابعانا تشوفها تاني. واحنا بنشتغل نكتب بسرعه لو ما تابعناش الحلقه في الاول. النهارده بنعمل قالب لحمه مفرومه، ودي تاني حاجه بنعملها. هنكتب دلوقتي قالب اللحمه مفرومه وهنرجع ونشوف هنعمل ايه. نكتب مقاديرنا واحده واحده. قالب اللحمه مفرومه عباره عن كيلو لحم مفروم ونص كوبايه لبن وبقسماط. اللبن والبقسماط لازم يكون كوبايه او كوبايه، يعني كوبايه وكوبايه او نص كوبايه ونص كوبايه. وبعد كده بقدونس و2 فص ثوم مفروم و2 فلفل مقطع شرايح ونص معلقه بابريكا وكوبايه كاتشب وفلفل حامي. ودرجه الحراره 250. وقت سوا 45 دقيقه. هنرجع مع بعض وهنشوف الفراخ، صدور الفراخ بالجوز الهند بتتعمل ازاي. كده احنا جهزنا صدور الفراخ. وهاخد ميه البصل كده. ميه البصل اهو. ام محمد الو. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ بقول لحضرتك انا بصراحه عملت القراقيش اللي هي ام جبنه دي تحفه جدا. الهنا والشفا. ميرسي قوي. واحنا فعلا منزلين كل اكلات حضرتك على منتدى فتاكيت حلو قوي بصراحه يعني. اشكركم بجد والله، اشكركم. والله يعني كل الاكلات بنعملها، بس احنا بس ناقصنا طريقه الفشار اللي حضرتك عملتها نفسي فيها قوي. حاضر. وعايزه كمان البرجر يا ريت. الايه؟ البرجر. حاضر. متشكره قوي. تحت امرك، اشكركم شكرا جزيلا. بصراحه ناس كتير جدا عاملين مجهود جبار على الفيسبوك، بينزلوا الحلقات او الاكلات وقت بوقت. دلوقتي الناس بتشوفني فبتنزل على طول الاكله الاولى والثانيه والثالثه، تيجي تخلص الحلقه كل الوصفات نازله على الصفحات والمنتديات. طبعا ليه الشكر. كده بجيب ميه البصل والزعتر والملح اهو، حاجه جديده، فراخ بشكل جديد. الملح والزعتر، وبحط كمان فلفل الاسود. الو مدام الهام. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا شيخ نبيل؟ ازي حضرتك يا فندم؟ متشكرين على كل حاجه. اشكرك، تحت امرك. بتعبك معانا. تحت امرك يا ست الكل. بقول لحضرتك ايه، هو اللبن اللي في قالب اللحمه ما يطريش اللحمه واحنا بنقطعها؟ لا خالص، احنا هنقطعها مع بعض ان شاء الله على الهوا، بس لازم بعد ما تطلع تبرد شويه بتاع ربع ساعه عشان خاطر تكون اللحمه الجوس بتاعها او الميه اتشربت خالص. كده هحط ليمون مع الزعتر مع الملح مع الفلفل الاسود مع ميه البصل. سهله سهله. هناخد المستردة. مدام امنيه الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت بس شيف نبيل بستفسر عن البابريكا. البابريكا تحت امرك. وطبعا انا متشكره جدا جدا لكل الحاجه الحلوه اللي انت بتعملها. تحت امرك، ربنا يبارك فيك. تحت امرك. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا شيف نبيل. اشكرك يا فندم. شكرا يا شيف نبيل. تحت امرك يا ست الكل. البابريكا هي عباره عن فلفل ارناؤوطي، الفلفل الاحمر بيبقى مجفف وبودر، بيبقى حلو. فلفل حلو او البابريكا، ده المسميين بتوع البابريكا. انا عندي معلومه هقولها عشان طبعا احنا داخلين في شتاء، فالرطوبه بتبوظ او بتضطر اي بسكوت وبتعمل ريحه غريبه شويه. طب عاوزين نحافظ على البسكوت ده، اي نوع بسكوت، اي نوع بسكوت عاوزين نخليه مقرمش زي ما هو. هنعمل ايه؟ هنقول المعلومه ديت لما نيجي نعمل الطبق الثالث مع بعض. كده مقادير الفراخ بالجوز الهند هنعملها مع بعض ونكتبها تاني على ما نشوف. كده حطيت فلفل اسمر وميه بصل وملح وكمان زعتر والمستردة وليمون. ده مقادير او تتبيله الفراخ. طبعا احنا عارفين ان الفراخ لازم تتساب اقل حاجه 3-4 ساعات، بتبقى جميله جدا جدا جدا، وكمان بتديها طعم وتست اعلى بكتير جدا. كده خلصنا. هنشوف هنعمل ايه تاني. تاني حاجه كده بصي. الو. الو مساء الخير. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام يا فندم. احنا زعلانين منك بقى. ليه بس يا ست الكل؟ ما بتعملناش الحاجه الحلوه اللي احنا عاوزينها ليه بقى؟ عايزين ايه الحاجه الحلوه بتاعتكم؟ اللي هو الاكرير. هنعمله النهارده. هو الترف. هنعمل الاكرير النهارده. حضرتك انت جبت امبارح بعد البسبوسه جبت حاجه زي البتاع اللي بالجبنه ده. ده حضرتك دي عادي ولا دي سمولينا؟ دي سمولينا اللي هو ايه؟ القراقيش بالجبنه؟ ايوه القراقيش ابو جبنه. لا دي عادي.
دي عادي ان شاء الله. طب حضرتك ممكن اخف من البسبوسه السكر؟ براحتك جدا، براحتك. احنا حطينا كوبايه جوه العجين او الخليط او كوبايتين في الشربات. خفوا زي ما انتوا عايزين، السكر تتحكموا زي ما انتوا عايزين. هنا هجيب الدقيق اهو. ممكن الدقيق بقى بتاع اي فراخ بانيه في الدنيا. بنحط شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود. ام ساره الو. الو مساء الخير يا فندم. ايوه ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ انا من اسكندريه. اهلا بيكي يا اهلا اسكندريه. وعندي ساره ودينا بيحبوا حضرتك جدا. اموري ربنا يخليك يا رب. وكل ما اعمل اكل دلوقتي يقولوا لي ماما هو اكل شيف نبيل ده؟ لا اكل ايديك انت بجد بقى. وحياة ربنا ده اكل ايديك انت مش اكل انا. ربنا يخليك يا رب. أمرك. وباباهم طبعا برضو يقعد يقول لي هو كل شويه الشيف نبيل الشيف نبيل الشيف ربنا نبيل يستر. في الاكل. ما قلتش حاجه. ربنا يبارك لك يا رب ويكرمك واحنا بندعي لك صدقني والله. ربنا يخليك يا رب. دعواتكم طبعا. وما تزعلش من اي حد بيتكلم او بيتكلم في لا خالص في حاجات ملهاش لازمه. لان حضرتك يعني فوق الكل وربنا يخلي لك بنوتك يا رب. وانا عايزه اوصل لك حاجه واحده. كان نفسي ان انا اول مره في حياتي اتصل ببرنامج. اتفضلي شرف ان ليا. حضرتك بتقول المعلومه صح والله والله والله. تمام. ان حضرتك بتقول المعلومه صح. انا كنت بخش على قنوات كتير وبشوف قنوات كتير مش لازم ذكر اسمها. ما حدش بيقول المعلومه زي ما حضرتك بتقولها. ربنا يخليك. والله العظيم. فصدقني ربنا هيبارك لك. اللي بيتقي عمله ربنا بيبارك له. ربنا يبارك فيك يا رب. وان شاء الله هتبقى في الزياده والزياده ان شاء الله. ربنا يبارك. واسمك يبقى على المستوى الكبير باذن الله. ان شاء الله. لان انا بدخل على قنوات ثانيه في شيفات صدقني ما بيقولوش زي ما حضرتك بتقول المعلومه. كل واحد وتوصل المعلومه صح يعني. اي حد في الدنيا في اي وربنا قناه يبارك لك. اساتذتي انا طبعا. ودلوقتي معلش بالله عليك انا عايزه منك تنزل لي دبابيس الفراخ اللي هي بالحمص اللي احنا عملناها. حاضر تحت امرك. لحسن الحاجه كمان ماما عايزاها ضروري. عينيا ليك. بالله عليك ما تخلص البرنامج لما تنزلها لي. عينيا. حاضر عينيا تحت امرك. كده هرجع تاني شوف عملنا ايه. حطينا الفراخ غسلناها كويس وبعد كده قطعناها فيها ملح وفيها فلفل اسود وزعتر وكمان ميه بصل وعصير ليمون وكمان حطينا الدقيق عليها زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. نجيب الميه بتاعتنا. ام رحمه الو. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور يا شيخ نبيل. تحت امرك. ازي حضرتك؟ نحن والله تمام. تسلم ايديك. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. انا كان ليا بس استفسار صغير بعد اذن حضرتك. اموري. حضرتك امبارح العجينه بتاعت العيش الفينو يعني ممكن انا اعجنها واشيل منها حته للمره الجايه؟ مفيش مشكله بس يعني زي الخميره بتاعت الزبادي كده ممكن اخد معلقه زبادي واخليها للمره الجايه مش كده؟ هي بس تبقى صعبه شويه اللي احنا نعملها ونسيبها ونيجي نشتغلها تاني بتبقى صعبه. كده هنجيب طبق بالشكل ده كده ونحط فيه ميه. ادي الميه الساقعه بتاعتنا اللي احنا بنقولها دايما. بنوفر اللبن والبيض. مش بنوفر بس بنحافظ كمان على الزيت وكمان بتدي طعم احلى بكتير جدا. لو في البيض فيه زفاره ولا حاجه مش هيديني اي زفاره ولا اي مشكله. وكمان هجيب طبق بالشكل ده كده فاضي. يبقى احنا كده بنعمل ايه؟ بنعمل صدور الفراخ بدل البقسماط او بدل اي خلطه بنعملها بجوز الهند وكمان بالجبنه الرومي. ادي ناخد شويه بالشكل ده كده. ده جوز الهند اهو. وكمان عليها الجبنه الرومي. مين معايا؟ مدام هبه الو. الو مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك يا شيف؟ ازي حضرتك يا فندم؟ والله انت احسن شيف في الدنيا. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك يا أمرك. شيف. انا عندي مرام بنتي بتحب قوي الاغنيه بتاعت التتر جدا. ربنا يخليها لك. الله يبارك فيك يا شيف. وعندي محمد نفسه كده يحب ياكل من حضرتك الفراخ المقرمشه. عينيا اعملها له تاني. عينيا حاضر. الله يبارك فيك حاضر. الله يبارك فيك في صحتك يا رب ان شاء الله وفي بنتك. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليكي. السلام عليكم يا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هنا هنرجع تاني هنشوف بنعمل ايه. نجيب طبق فاضي وهنبدا واحده واحده نحط من الفراخ في الميه الساقعه وبعد كده هنبصمها من جوز الهند اهو. من جوز الهند بالشكل ده كده والجبنه الرومي. اكله جميله جدا لاصحاب المذاق العالي في جوز الهند. كتير جدا من الناس قالوا لنا يا ريت جوز الهند بيخش في حلويات كتيره عايزين ندخله في الطبخ او في الاكل. فده نوع او طريقه لجوز الهند اهو.
زينب الو. الو. اهلا بيك يا زينب. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ عامله انت ايه؟ يسلم ايدك على الحاجه بتعملها. ربنا يخليك يا رب. بقول لك ايه؟ يا اموري. اختي عايزه بس تتكلم حضرتك. طبعا اتفضلي. ماشي خد. الو. مين معايا؟ انا معاك. ايه؟ انا معاك. ازيك يا ملوكه؟ الحمد لله. عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله. يا اموري. انا عايزه سندوتشات الحضانه. سندوتشات الحضانه؟ اه. حاضر. اصحي بدري وهعمل لك عينيا الاتنين ليك. عينيا ليك يا ملوكه. احنا هنعمل لكم حاجات جميله جدا ان شاء الله يا ملك. ام اسماء الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك، احنا بنشكرك على كل الحاجات الحلوه اللي انت ربنا يخليك، تحت امرك. طالبه منك طلب واحد، يعني عايزين حلقه تخصصها للحلويات بس بالزيت، عشان اللي مش بيقدر ياكل السمنه والزبده والحاجات دي. من عينيا. تسلم عينيك. تحت امرك. الف شكر. اشكرك. كده احنا بنعمل الفراخ، هنمشي واحده واحده اهو مع بعض. هقول تاني وهننزل مقادير تاني بتاعه الفراخ واحنا شغالين اهو. بنبصم دي الخليط ده، الخليط اللي انا ماسكه دوت، ده عباره عن ايه؟ جوز الهند وجبنه رومي. جوز الهند وجبنه رومي اهو. والمقادير كمان على الشاشه. كده زي ما احنا شايفين. مين معايا؟ مدام فاطمه. مدام فاطمه، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. انا عايزه اكلم شيخ نبيل. تحت امرك يا فندم، معاك على الهوا. طب لو سمحت بالله عليك. يا عمري. بالله عليك، عايزه اعرف اللي هو تخليل الزيتون الاسود. الاسود والاخضر. طيب حضرتك الحلقه دي ان شاء الله هتتعاد بعد بكره ان شاء الله، هتنزل بتفاصيلها كامله اللي حضراتكم طبعا، عشان في ناس كتير جدا طلبت الحلقه دي تتعاد تاني. تحت امرك. حاضر، عشان تبقى فيه كل معلومه نسمعها مع بعض. كده هنحط الزيت على النار علشان خاطر هنقلي فيه الفراخ الجميله اللي احنا بنعملها. ومعايا انسه سمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ نبيل؟ اهلا بحضرتك. لو سمحت، انا كنت عايزه اعرف الكتاب بتاع حضرتك هينزل بالمقادير اللي هي بالجرامات ولا بالكوبايات؟ لا، زي ما احنا شغالين بالظبط هينزل زي ما حضراتكم عاجبكم الجرامات، احنا بنشتغل الكتاب بتاع حضرتك لو نزل بالجرام يعني يبقى افضل لنا. حاضر. عشان تبقى الوصفه سليمه، يعني تبقى تنجح معانا. احنا عامه شغالين فيه وان شاء الله بامر الله قريب جدا 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 هينزل، وهننزل بالجرامات وكمان بالكوبايات والمعالق. هنرضي كل الاطراف ان شاء الله، وكمان بخطوات الصور ان شاء الله هيبقى حاجه جميله جدا جدا جدا. كده اهو. ام احمد الو. ايوه. اهلا بيك يا حضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك، اتفضلي يا فندم. اهلا بحضرتك. امور يا فندم. انا بكلمك من اسوان. اهلا بيك. انا اسوان. اهلا بيك يا فندم. بصراحه احلى قناه نور الدنيا، واحلى شيخ نبيل في نور الدنيا، واحلى بلد اسوان. الله يخليك. تحت امرك. انا طالبه منك طريقه عمل التورته عشان ما بعرفش اعملها بصراحه. عينيا ليكي. حاضر، تأمري بس. حاضر عينيا، هعملها لك. حاضر. كده هناخد الفراخ خلاص خلصناها. الكميه اللي تعجبنا بقى، عاوزين نخليها في التلاجة، ممكن نعمل الكميه تتبلها وندخلها، نحطها في كيس نايلون، وكمان ندخلها في الفريزر وقت ما احنا عايزين نعمل او ناكل او نستخدمها، نقدر نطلع جوز الهند والجبنه والخليط الجميل دوت، وبعد كده تقلوها وقت بوقت. دعاء الو. مساء الخير يا فندم. مساء النور. تحت امرك. انا بتعجبني اكلاتك جدا جدا. تحت امرك. انا عايزه اكل منك بيتزا. ايه؟ بيتزا. حاضر، البيتزا حالا هقول لك مقاديرها. تحت امرك. تأمري. دعاء. هنا هقول حالا كرات جوز الهند اللي احنا عاملينها قبل كده. في حد سأل النهارده، هنجاوب عليه حالا، بس بعد ما اخد التليفون اللي معانا. ام مازن الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. انا اللي كنت كلمتك قبل كده قلت لك ان جوزي بيتفرج على حضرتك. ده شرف ليا والله يا فندم. الله يخليك يا وسلامي ليه خاص يعني. الله يخليك. هو بيسلم على حضرتك برضه. مش عاوز ياكل كوارع ولا حاجه؟
لا هو ما بيحبش الكوارع، بيحب الفته بس من غير كوارع. الفته من غير كوارع؟ هعمل لك فته موز جميله ان شاء الله. ان شاء الله. تحت امرك. الله يخليك. اموري. انا كنت عايزه اسال حضرتك، هو البيكاتا حضرتك كنت عاملها بالثوم بس؟ الايه؟ البيكاتا كانت بالثوم بس مش كده؟ تمام. طب انا عندي المشروم مكمبوت. تمام. ينفع بيها؟ عادي. المشروم كمبوت بتغسليه الاول وتصفيه أيوة. كويس جدا وتشتغليه عادي جدا زيه زي الفريش. الفريش طبعا بنقطعه وقت بوقته، لكن الكمبوت بيبقى ليه صلاحيه ومواد حافظه فيها، مش اكتر حاجه، عادي جدا مش مشكله. هنا الزيت يسخن وبعد كده هبدا اشوف اعمل ايه. هنقلي الفراخ دي بالظبط زي الفراخ البانيه، بس بدل البقسماط حطينا ايه؟ حطينا جوز هند وجبنه رومي. طعمها بجد جميله جدا، ان شاء الله تعجبكم. رحمه. الو. ازيك يا رحمه؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا قمر؟ ازيك يا قمر؟ انا كنت عايزه طريقه البسطرمه واللانشون. المندي وايه؟ البسطرمه واللانشون. البسطرمه واللانشون، حاضر. عينيا يا قمر. كده هنقلي الفراخ. الزيت يكون ناره متوسطه وهنقلي الفراخ بالشكل ده كده. يبقى دي صدور فراخ بالجوز الهند والجبنه الروم المبشوره. ام ايمان. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ نبيل؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. أموريني. اكلاتك كلها جميله وبنشكرك عليها. اشكرك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. بس انا عايزه اسالك الكتاب بتاعك هينزل امتى؟ قريب جدا جدا جدا. بجد؟ ان شاء الله. وعايزين فيه كل الاكلات الحلوه اللي انت بتعملها. كل حاجه ان شاء الله هتلاقي تفاصيلها وصورها وخطواتها وكل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله يعني قريب باذن الله. بامر الله ان شاء الله. ماشي، شكرا يا شيخ نبيل. تحت امرك تحت امرك يا ست الكل. شرف ليا. كده طبعا الكتاب هنعلن عنه ان شاء الله بامر الله في اقرب فرصه. كده احنا دلوقتي بنسوي الفراخ بتاعتنا. هنجيب بقى الطبق بتاع التقديم ونشوف هنعمل ايه. كرات جوز الهند هقولها سريعا، اللي عايز يكتبها يكتبها مفيش مشكله. نص كوبايه جوز الهند زي نفس بالظبط جوز الهند اللي هو فيه بيبقى ناعم قوي، في وسط وفي خشن. احنا عاوزين الوسط ده، عاوزين الوسط. ليه؟ عشان خاطر يشرب معايا اللبن المحلى. كده جوز الهند لونها جميل، وكمان جوز الهند نص كوبايه وكوبايه لبن محلى، وقلنا قبل كده البديل بتاعه، وربع كيلو لوز مقشر. ده كرات جوز الهند. ساره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كنت بسال، لو ما حدش بيحب جوز الهند احط مع الجبنه الرومي ايه؟ ما فيش مشكله خالص. لو تحبي تحطي بقسماط ما فيش مشكله. اكيد كل اكل كل حد بيحب جوز. انا واحد من الناس جوز الهند ما بيحبنيش خالص. اشكرك. مدام عبير. الو. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيف؟ اشكرك يا فندم، تحت امرك. والله انا اول مره في حياتي اكلم برنامج. ده شرف ليا والله يا فندم. والله يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، بس انا عملت كذا حاجه وجميله وتسلم ايد حضرتك، ويعني كل حاجه. تسلم ايديك انت الاول طبعا يا فندم. ربنا يخليك ربنا يخليك. تحت امرك ست الكل. انا بس فتحت متاخره ثواني فما كده؟ شفتش صينيه اللحمه. معلش انا هدبسكم اقول لكم المفروض افرجوا على القعده. نعم. القعده الساعه 1 يا شيخ. طيب عرفتي بقى، عشان كده لازم نلتزم. حاضر، احنا الاثنين ليكي هقول لك على كل حاجه. تحت امرك. ربنا يخليك يا شيخ، ربنا يكرمك ويبارك لك في بنوتك يا رب. ربنا يخليك يا رب ويبارك لي فيكم ان شاء الله. كده جوز الهند بنعملها مع بعض. شيماء. الو. الو. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله. تحت امرك. كنت عايزه اوصف طريقه عمل الجلاش باللحمه المفرومه. حاضر. والزلابيه. والزلابيه عينيا. حاضر، تحت امرك. كده اخدنا طبق بنعمل جرنش بسيط عشان خاطر نقدم فيه
الفراخ المقليه. اهلا بيك مريان. الو. اهلا بيك حضرتك. ايوه يا شيخ. وممكن توطي التلفزيون لو سمحت؟ مريان لو سمحت عايزه اعرف طريقه عمل البيتزا وطريقه عمل الجاتوه. والايه؟ كده وما قلتش. والجاتوه حاضر عينيا. البيتزا حالا نجاوب عليها. كده نجيب طبق، شايفين الفراخ جميله جدا. نجيب طبق ومنديل ونصفي عليه زي البقسماط بالظبط. لو حد مش بيحب جوز الهند يقدر يحط بقسماط كده. هصفيها بالشكل ده كده اهو. يبقى ده جوز الهند او فراخ بجوز الهند. شايفين شكلها ولونها جميله جدا جدا، وكمان سهله ما فيهاش اي مشكله اهو. وهنحط الباقي يتقلي مع بعض. وبعد ما نخلص نصفي الزيت بتاعنا بمصفى الصغيره كده بالشكل ده. ادي الصدور اللي احنا عاملينها مع بعض بجوز الهند والجبنه الرومي. لونها جميل جدا وطعمها اجمل بكتير كتير كتير. وشروق الو. الو. ازيك يا شروق؟ تسلم ايدك. ربنا يعزك يا رب. لو سمحت كنت عايز اسالك على الساور كريم اللي في التشيز كيك. تمام. ده الاقيه فين؟ احنا عملنا البديل بتاعه. اللي هو ايه البديل؟ بص حضرتك، احنا اولا بتلاقى في اي سوبر ماركت. اسال عليه يعني اقول له ساور كريم؟ ساور كريم يعني. طبعا. طيب شكرا. تحت امرك يا ست الكل. ان شاء الله هقول لك البديل بتاعه. ده شكل الفراخ اهو اللي احنا عاملينها. وهقول مقادير البيتزا. البيتزا عباره عن ايه؟ كيلو من الدقيق المخبوزات، و2 كوبايه ميه او 2 وربع كوبايه ميه حسب ما تلبي معاكي، وباكو خميره او معلقه من الخميره، مع معلقه كبيره ملح ومعلقه كبيره سكر و4 معالق زيت زيتون. ده بالنسبه ليه؟ للبيتزا. يبقى كيلو دقيق، معلقه سكر، معلقه خميره، وميه للعجن، وكمان 4 معالق زيت وملح. ام رؤى الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك انت يا فندم؟ الحمد لله بخير. تؤمري. انا كنت عايزه اسال بس على البيتزا دايما بتنشف مني وبنتي ليه؟ بتحبها جدا. ليه يا فندم؟ البيتزا دايما بتنشف مني. بتنشف؟ اه. عملناها قبل كده حاضر. معلش. لا تحت امرك تؤمري. هعملها لكم في حلقه ان شاء الله قريب تاني باختلاف طبعا. هي نفس المقادير بس بنقدم طرق جديده. ندى الو. الو. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ازي حضرتك يا مدام؟ ازيك يا شيخ نبيل؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. اموري. لو سمحت انا كان بس ليا اقتراح كده للبرنامج. اموري. يعني يا ريت الاتصالات تبقى بعد نهايه الاكله. تمام. لان طبعا لما بتيجي اتصالات كتير في وسط الاكله الواحد بيحس ان هو بيتوه شويه. لا حاضر عينيا الاثنين دي. فيا ريت تقترح الاقتراح دوت ونكون شاكرين جدا. تحت امرك يا ست الكل. اشكرك على البرنامج الجميل ده. اشكرك تحت امرك. اشكرك. طبعا هنرجع تاني نقول بنعمل ايه. عملنا قالب اللحمه المفرومه وهتنزل مقاديره بعد ما يطلع معانا من الفرن. تاني حاجه بنعملها مع بعض اللي هو فراخ زي الفراخ البانيه بالظبط بجوز الهند. ازاي اتعملت؟ جبنا الفراخ غسلناها كويس جدا وصفناها وقطعناها بالشكل اللي احنا شايفينه دوت زي الجاهز بالظبط، زي الكيس اللي احنا بنجيبه جاهز. عملناه ازاي عشان يطلع اللون دوت؟ جبنا ليمون وفلفل اسمر وملح وكمان عصير بصل وعصير ليمون وحطينا مستردة وكل ده اتقلب مع بعض مع الزعتر، وكمان حطينا دي زي الفراخ البانيه بالظبط اهو. وبعد كده بنقدمه طبعا اتبصم بايه اللي هو جوز الهند اللي مبشور الوسط، وكمان حطينا جبنه رومي مبشوره، وده طعم خطير جدا وحاجه جديده خالص. ندى الو. الو. مساء الخير يا فندم. ازيك يا شيخ نبيل؟ ازي حضرتك؟
عامل ايه؟ نحمد الله تمام. تمام الحمد لله. اموريني. تسلم ايدك على الحاجات الجميله اللي بتعملها. اتفضلي معانا. كنت عايزك تنزل لي مقادير الفينو على الشاشه. حاضر. الفينو حاضر. ماشي. عملناه امبارح تحت امرك. كده اخدنا تاني طبق خلصناه بالشكل اللي احنا شايفينه. طعمه جميل جدا وكمان لونه باين على الشاشه مقرمش وجميل. مدام هشام الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نور يا ميسر. ازي حضرتك؟ ما اقدرش طبعا احوش نفسي على البرنامج بتاع حضرتك تحت امرك. ولا عدي يوم كده لما لازم اكلم حضرتك. طبعا ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يخليك يا رب ويبارك لك في صحتك يا رب. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. امورين. ومتشكره طبعا لكل اللي اتكلموا في الموضوع بتاعي اللي هي مدام مروه من اسكندريه، متشكره ليها جدا طبعا. ونرمين برضو اتكلمت كويس والله، وام مريم وام ساره متشكره. كلكم ناس زي الفل. ما هو ده دليل على اننا اسره واحده فعلا والله العظيم. طبعا اكيد فعلا والله. ده اهم من موضوع الاكل خالص. لان والله البركه فيك، انت عملت احسن اسره من المشاهدين. ربنا يبارك له فيك يا رب العالمين ويخليكم ليا. بجد ربنا يبارك لك في صحتك. ربنا يعزك. تجمعت كل المحافظات والله في القناه دي فعلا والله. بفضل من الله. ربنا يخليك يا رب. تحت امرك. هسالك بقى سؤال معلش. اموري. الله يخليك الامر لله. بالنسبه لميه البصل ممكن نعوض عنها بالبصل بودر؟ طبعا عادي جدا. ده عادي خالص. عادي خالص. وبالنسبه للمدام اللي قالت موضوع الاتصالات. الاتصالات مش هينفع طبعا، احنا في خلال البرنامج زي كده استفسار على بص حضرتك هو ممكن اي حد يقول رايه، بس يعني استاذنكم ما حدش يعقب على التاني. لا احنا بس عايزين ان الاتصالات تفضل مستمره. طيب اكيد يعني. اكيد كل حاجه بترجع للاداره بتاعت القناه وهي بتقرر في الاخر اللي يحصل، بس لازم انا اوصل المعلومه كويس جدا. بس يا ريت لو سمحت ما حدش يعقب على حد، كل واحد يقول رايه. احنا هنا مش مجرد برنامج روتيني، احنا هنا كلنا كاننا في المطبخ البيت او في البيت بنقول اي معلومه او اي رساله بتوصل بسهوله جدا جدا. كل واحد اكيد مش هنعجب كل الناس، اكيد في ناس تعجب وناس تعجبش، وما توفيق الا بالله. ناخد بريك ونرجع مع بعض ونشوف هنعمل ايه بعد البريك. رجعنا مع بعض. عملنا اول حاجه قالب اللحمه قرب يطلع، وبعد كده عملنا صدور الفراخ بالجوز الهند والجبنه المبشوره. نكتب مع بعض مقادير الاكلير. الاكلير اول حاجه من الاكلير كوبايتين من الدقيق، وكوبايه ونص زبده، ونص لتر ميه، وشويه من الملح، و3 معالق صغيرين سكر، و6 بيض، وفانيليا، والحشو عاوزين بقى الحشو زي ما انتوا عايزين، بس كريم شانتيه، شوكولاته، سكر بودر زي ما انتوا عايزين، مفيش مشكله. نكتب واحده واحده، ودرجه الحراره طبعا 200، وكمان الوقت 35 دقيقه. الدقيق والزبده والفانيليا والسكر والبيض وكمان الميه معانا وجاهزه. كده هنحط نص لتر ميه، نص لتر ميه اهو، زيه زي البلح الشام، بس بلح الشام بيختلف عنه اللي هو بالزيت ده. كده هناخد الزبده على الميه وتغلي مع بعض. ام محمد الو. ام محمد الو. مساء الخير. تحت امرك. ازاي تحت امرك. انا بس بشكر حضرتك على ممكن الصوت بس يعلى شويه. انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك فيك. بس انا جوزي مش بيحب جوز الهند، فينفع ان انا احط بقسماط؟ احنا قلنا كده حاضر، ممكن تحطي بقسماط مش مشكله خالص. تحت امرك. اشكرك. كده حطينا نص لتر من الميه، وهنحط كوبايه ونص زبده وندوبه كده ويغلي بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. وبعد ما الزبده تذوب مع الميه والميه تغلي هنحط الدقيق مع السكر. ادي الدقيق وادي السكر اهو، ويتقلبوا مع بعض اهو بالشكل ده كده كده. وبعد كده بنشوف الميه تغلي معانا.
جوليا الو. الاكلات اللي حضرتك بتعملها. تحت امرك. انا كانت جدتي بتسال لو الاكله اللي قبل الاكلير لو ينفع نعملها بالجبنه الشيدر. الجبنه الشيدر ممكن تحشيها جوه الجبنه الشيدر. هي هتبقى ايه احلى؟ اللي انت يعجبك انت الاحلى، الاكل اذواق. كده هنحط الميه مع الزبده وبعد كده تغلي وبعد كده نحط الدقيق. بعد ما نحط الدقيق طبعا هنسيبه كعجينه كتله واحده تبرد خالص وبعد كده نحط عليها البيض ونخفقها وبالقرطاس الحلواني هنبدا نعمل الاشكال اللي احنا عايزينها وهنشوف كل حاجه مع بعض. مدام اميره الو. الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازي حضرتك اموريني؟ يا شيخ؟ لو سمحت عايزه اسال حضرتك على اللي هي كفته الحاتي. حضرتك كنت قلت فيه ربع كيلو بوش، البوش ده عباره عن ايه؟ قلت امبارح هقول حاضر دلوقتي تاني. تحت امرك. البوش دوت عباره عن تنظيف اللحم كده، وهشيل الحله من على النار اهو اهو واحده واحده. اول ما الميه تغلي مع الزبده هقلب بالشكل ده كده وهشيل الحله من على النار كده واقلب تقليب كويس جدا اهو. بقى كتله واحده اهي. مدام نبيله الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا شيخ نبيل؟ ازي حضرتك؟ عامله انت ايه؟ الله يخليك. اهلا بيك واهلا اسوان يا فندم. الله يخليك. تحت امرك. ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يخليك يا رب. انا ليا سؤال واحد مش هتقل عليك. اموري. الله يخليك. انا كنت عملت الشيز كيك وعجبني جدا وعملته بالطريقه اللي انت قلت لي عليها. تمام. بس انا عايزه يعني ايه، انا عملته بالمربى وطلع حلو، بس انا ممكن يعني المره الجايه اعمله بدل المربى بالجيل الفراوله. ما فيش مشكله خالص، حط اللي انت عايزينه. مفيش مشكله خالص. مفيش مشكله. هنا عملنا عجينه الاكلير، زبده وسكر وميه وكمان حطينا الدقيق وبقى بالشكل ده كده. انا عاوزه يبرد، انا عاوزه يبرد، مش محتاج خالص ميكسر في اي حاجه، زيه زي بلح الشام او عجينه الباتا شو، بس ده ليه مقادير مختلفه شويه عن بلح الشام. ده زبده وده زيت. ده شكل القالب، قالب اللحمه طلع قدامنا اهو. انا بنادي الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ لو سمحت ممكن اسال، هي قالب لازم قالب احطها في اللحمه، ما ينفعش صينيه؟ نعم؟ ما ينفعش احطها في صينيه، لازم قالب؟ زي ما حضرتك تحبي. هو بس فكره القالب بيبقى عامل زي الترنشات، لما بيبرد بيبقى جميل جدا، لكن ممكن تقدري تحطوها في الصينيه زي ما انت عايزه، بس القالب افضل من الصينيه. هاجر الو. الو هاجر. الو. اهلا بيك يا هاجر. الحمد لله. تحت امرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزه طريقه الاكلير بالشوكولاته. الاكلير بنعمله مع بعض اهو. عايزاه بالشوكولاته ممكن تزينيه بشوكولاته او تحطي كريم شانتيه، او لو عايزينه بالشوكولاته بنحط كاكاو او نص او معلقتين من الكاكاو، هنحط الفانيليا هنا اهو. لازم يبرد خالص، لازم العجينه تبرد طبعا، عشان انا على الهوا او في وقت البرنامج بسيبه يبرد هنا في المكسر، لكن اول ما بنخلص بنسيبه يبرد خالص وبعد كده بحط عليه البيض واحده واحده بالشكل ده كده. كده ده عجينه الباتاشو زي ما احنا شايفينها. مين معايا؟ ام ارتني. الو. الو ازي مساء حضرتك؟ الخير. ازي حضرتك يا فندم؟
معلش انا هسأل حضرتك بس بسؤال ريزل شويه. الفينو انا عملته امبارح تمام زي ما حضرتك قلت تمام. اول مره عملته من غير الشكه طلع ثابت. ليه؟ امبارح عملته خمس وبقى تحفه. جيت بعد ما سويته برضه لقيت القلب تقيل. مش سامع الصوت كويس معلش. ايوه حضرتك اتفضلي سامعك. ايوه بقول لحضرتك القلب لقيته تقيل. ليه؟ القلب ايه؟ قلب الفينو برضه لقيت اللبايه بتاعته برضه تقيله وكاتفه. بعد ما عملتيه بالعجينه اللي قبلها بيوم؟ عملت امبارح بالليل كوبايه كده صغيره عجنتها. سبتها تخمر وبعد كده حطيتها في الثلاجه. النهارده الصبح خرجتها من الثلاجه تمام وعجنت عليها كيلو دقيق تمام وسبته ارتاح وبعد كده قطعتها وسبتها في الصاج خمرت وبعد كده حطيتها في الفرن. تمام حاضر. هقول لك حاجه، اهم حاجه في تخمير العجينه في مرتين. اول حاجه العجينه تمشي زي ما احنا قلنا في المقادير بالظبط، وثانيا ما بنعملش اكتر ان احنا نسيب العجينه ترتاح. راحه العجينه هنا هو اللي بيخليها هش، راحه العجينه هو ده اللي بيخليها هش. لكن لو هي ما ارتاحتش بتبقى فيها مشكله. احنا فتحنا لقمه امبارح وشفناها مع بعض على الهوا عشان خاطر لما تيجي تعمله في البيت تطلع نفس اللي احنا عاملينه بالظبط. ده قالب اللحمه بالشكل اللي احنا شايفينه دوت اهو. ده قالب اللحمه نتفرج عليه ونشوفه طعمه جميل جدا. لازم نقطعه بعد ما بيبرد، ما ينفعش اقطعه دلوقتي خالص، بقطعه طرنشات وده بيبقى شكله طعمه تحفه وريحته اجمل. قالب اللحمه مفرومه لذيذ جدا جدا جدا، بدل اللانشون بدل الحاجات المصنعه الغريبه اللي بنجيبها من بره نقدر نعملها في البيت، لينا طعم جميل. استاذ سعيد الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. معاك سعيد مسعد من شبرا خيمه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بشربه. اهلا بذوق سيادتك يا فندم. تأمرني. ربنا يبارك لك يا شيف والله في الحاجات الجميله اللي انت. اشكرك. احنا عملنا العيش البوري طلع ممتاز جدا جدا جدا. بالهنا والشيف. والله يعني ناس كتير اعجبت بيه من اصدقائنا. طب الحمد لله. بس بنطلب طلب بسيط صغير او من امر الحمد لله سيادتك. تحت امرك. شكرا لذوقك. تحت امرك. بنطلب بس خلطه التكه، فراخ التكه. حاضر عينيا. انا شاكر ذوق سيادتك يا فندم. اشكرك يا فندم. تحت امرك. شكرا ليك. حلو قوي ان احنا نقول كل واحد في المنطقه، نقول المناطق ما نقولش محافظات، عشان خاطر التواصل مهم جدا مع بعض سواء على الفيسبوك او التليفونات، مهم جدا جدا جدا. هنا بحط شويه من البقدونس بالشكل ده كده، وبكده خلصنا الاكلير بالشكل ده كده. وهنشوف الفراخ اللي احنا عاملينها مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. حاجه سهير. ازيك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي صحتك؟ نحمد الله تمام. ربنا يكرمك، الاكل زي الفل والله. ربنا يبارك فيك يا رب. اشكرك. يعيش. انا بضم صوتي بس الصوت اللي عايزين تعمل لهم الديك الرومي. ايوه فاقرب فرصه بقى. حاضر عينيا. طيب احلى ديك رومي ليك. حاضر تحت امرك. يا ربنا يسترها معاك. تحت امرك يا ست الكل. دي صدور الفراخ اللي احنا عاملينها بجوز الهند، وكمان مقاديرها وعملناها مع بعض. وده شكل. نيجي بقى للاكلير. بعد ما عملنا البيض بقى ده شكله. بعد ما عملنا البيض بقى ده شكله. هظبط درجه الحراره بتاعته 200 ويقعد معانا 35 دقيقه. اول تلت ساعه هنسيبه على درجه حراره واحده. بعد تلت ساعه بالظبط بنسيبه على درجه حراره 150 او 160، نخفض له درجه الحراره عشان يستوي معانا يبقى زي الفل كده. انا هوريكم الفكره بس. كده انا عامل شويه قبل الهوا طبعا عشان يقعد 35 دقيقه. ده الاكلير طعمه جميل جدا. ومعانا ياسمين. ياسمين الو. ازيك يا شيف؟ ازي حضرتك؟ اموري يا ياسمين. عايزه طريقه عمل الكابوريا. عناية ليك يا ياسمين. كده ده شكل الاكلير بالشكل اللي احنا شايفينه دوت.
مين معايا؟ ام فهمي. الو. الو. مساء الخير يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه. اهلا بحضرتك. السلام عليك يا سيدي الحبايب. اهلا بيكي. انت منور الحته كلها. ربنا يعزك يا رب. والله العظيم يا بلبل. ده بنورك بنورك. ربنا يخليك ليا يا اخويا. انا ام فهمي يا حبيبي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بك يا نور عيني. تحت امرك. انا عاوزه والنبي يا بلبل الكفته مبارك اللي انا ما شفتهاش. حاضر عينيا. حضرتك الف خير وهنا تحت امرك تحت امرك. وكرمك بحاجه كده ان شاء الله. امين يا رب. انا والسامعين كلهم. ربنا يخليك ليا يا نور عين امي. ربنا يخليك يا رب. كده بنعمل الاكلير ده شكل، وهنشوف كمان شكل تاني خالص. كده نجيب الصينيه طبعا مدهونه ماده دهنيه ونحط نعمل ده شكل. بعد ما بيطلع بيبقى شكله جميل. وكمان ده شكل تاني اهو كده. ده شكل الصوابع زي البلح الشيم. اما ده شكله بعد ما بيستوي كده. ده شكله قبل. درجة الحرارة بتاعته تبقى 200 أول تلت ساعة. نقدر نجيب الكريم شانتيه ونفتح له فتحة زي ما هنعمله دلوقتي حالا أهو. ده شكل أهو. ده شكل بنفتح فتحة بسيطة ونشوف يبقى هش جميل جدا 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 وخفيف ولذيذ قوي قوي اللي هو الاكلير. بنفتحه كده ونحط نحشي فيه باستري كريم او شوكولاته او كريم شانتيه، باستري كريم، شوكولاته زي ما انتوا عايزين. بنعمل دي شكل. نقدر في الاخر بعد ما ناخد او سكر بودر. ده شكله بعد ما بنزوقه يبقى جميل جدا جدا جدا. يبقى ده الاكلير اهو. ده شكله الشكل ده كده. دي شوكولاته سايحه او كراميل اهو. هنشوفه مع بعض حالا كده. يبقى عملنا النهارده 3 حاجات. اول حاجه عملناها اللي هي قالب اللحم مفرومه وعملناه مع بعض، وكمان طلعناه وشفناه بالشكل الجميل ده. بعد ما بيبرد بنقطعه طرنشات بيبقى لذيذ جدا جدا جدا. اما تاني حاجه عملنا صدور فراخ بالجوز الهند والجبنه المبشوره الرومي. تالت حاجه ده الاكلير. يبقى النهارده قدمنا اطباق جديده مختلفه متنوعه وكمان لبينا رغباتكم. وان شاء الله كل يوم عن التاني بنعمل مفاجآت كتيره جدا 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 ومعلومات كتيره. هقول المعلومه بتاعت البسكوت قبل ما انسى. لو عندك اي بسكوت عايزه تحافظ عليها في الشتاء بالذات بنجيب علبه صفيح تكون ابيض تكون بيضه. بنحط مكعب من السكر او معلقه سكر في شاشه بنحطها في قلب العلبه. حط البسكوت زي ما انت عايزه. السكر هنا دوره هو حاجه واحده بس، بيمتص الرطوبه فبيخلي البسكوت زي ما هو مقرمش تحفه جدا. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.